ده الجزء الرابع والأخير من محاضرة التقليد والمعاصرة الكنيسة كتراث مسيحي. قسمتها ليكم لأجزاء صغيرة عشان تكون المحاضرة خفيفة وممتعة ليكم، وهتلاقوا روابط باقي أجزاء المحاضرة موجودة في صندوق الوصف أسفل الفيديو. التراث القبطي والكهنوت بتحرص الكنيسة القبطية على عدة أمور. واحد يقول طب ليه التحكمات؟ بتحرص الكنيسة القبطية على عدة أمور. ليس الهدف من النظام الكهنوتي هو الرئاسة. يقول لك تحكمات، لا، مش رئاسة ولا تحكمات. مش في العالم، الكلام ده في العالم. وفاكرين لما سيمون الساحر قدم رشوة عشان يرسموه لما لقى بوضع أيدي التلاميذ بينال الروح القدس، فقدم لهم فضة وقال لهم خدوا دي وارسموني علشان متى وضعت يدي على أحد أديله الروح القدس. قالوا له إيه؟ لتكن فضتك معك للآلاف لأنك ظننت أن مواهب الله تقتنى بدراهم. وقالوا أن تكون في مرارة المر ورباط الظلم. قالوا طب صلوا لي عشان ما يجيش حاجة مني، أنا كنت شهر نحاول يقدم فضة والتلاميذ رفضوا الفضة بتاعته وقالوا لا، انك ظننت ان مواهب الله تقتنى بدراهم. مواهب الله مش تقتنى بالفلوس ولا بدراهم، انما بتقتنى على اساس الاختيار والدعوه والارساليه. ليس الهدف ان النظام الكهنوتي رئاسه، بل تنظيم. طب لما نسيب الكنيسه كده واللي يدخل يصلي يصلي واللي يقول لحن يقول والتالي يقول في حته وده في حته، يبقى فيها نظام؟ يبقى فيها ترتيب؟ يبقى لازم قياده. مين اللي يتوضع قياده ده؟ الكيروس. في ترتيب. راس الكنيسه قداسه الاب البطريرك، له معاونين مطرنه واساقفه، له معاونين اباء كهنه، له معاونين شمامسه وخدام. يبقى اذا ليس العمل فرض سلطه ولا رئاسه، لا، بس نظام تنظيم. لما كل واحد يقول لحن وواحد يقول تاني مش عارف ايه، وده في حته يبقى في نظام وفي تعليم وفي قياده بتقود علشان العمل يمشي بسلاسه ونظام وترتيب. وربنا بيقول ليكن كل شيء بلياقه وبحسب ايه؟ ترتيب. ده الترتيب اللي عملها الكنيسه وليس رئاسه او انما لاستكمال متطلبات الخدمه وتنظيم العمل في الكنيسه. درجات، مواهب، بناء. ويجب ان يلتزم كل واحد واخد درجه يلتزم بحدود الرتبه بتاعته. يعني ما يتخطاهاش. يعني ايه ما يتخطاهاش؟ خلي بالك. يعني الاسقف يعني له عمل ما يتخطاهوش. الكاهن له عمل ما يتعداهوش. ما يجيش ياخد اختصاص حاجه من الاسقف. الاسقف يبارك ولا يبارك عليه. الكاهن في وجود الاسقف في حاجات معينه ما يقولهاش، في حاجات معينه يقول، وهكذا. يبقى هنا ايه؟ كل رتبه كنسيه ملتزمه بالواجبات بتاعتها وبالوظيفه بتاعتها. ما تعداش الرتبه بتاعتي، ما تعداش الدرجه بتاعتي. بيلتزم كل من يحمل درجه او رتبه، وده من ضمن التنظيم او من ضمن التراث اللي وضعه الاباء. يلتزم كل من يحمل درجه او رتبه من الإكليروس بحدود الرتبه ولا يتعداها. في رئيس شمامسه او في دياكون ينظم ويوزع القراءات، يوزع المردات. ما ينفعش شماس يعدل عليه او يقول له لا انا هوزع في وجوده مثلا. وهكذا في القمص يوزع في وجود القسيس، يبقى القمص موجود. مش موجود القمص، القسيس بيوزع، وهكذا. كل واحد يلتزم بالدرجه بتاعته الكهنوتيه ويتوافق مع القدرات الطبيعيه لكل واحد. الدرجات الكهنوتيه تعطى للرجال فقط. تعطى للرجال فقط ولا تعطى للايه؟ للسيدات. طيب
الناس النهارده في المعاصرة نسمع عنهم بره كهنة، أسقفة، مطران، وقام. الآباء ما علموناش كده. قداسة البابا شنودة بيرد على الحتة دي على إن الرجل رأس المرأة والناموس الطبيعي ومع محبة السيد المسيح. خلي بالكم من النقطة دي دايما. قداسة البابا شنودة يستشهد بيه، يقول مع محبة السيد المسيح للسيدة العذراء فهي لم تقام في أي درجة كهنوتية، وهذا يتوافق مع القدرات الطبيعية للرجل. لو كان هتقيم المرأة كاهن أو أسقفة زي ما بيحصل في بره، طب ما العذراء ابنها أحب واحد ليها وكرمها وهي أمه كان أقامها كاهنة. ما جيش في المعاصرة وإيه اللي يمنع؟ إيه اللي يمنع؟ ويقيموا أسقفا ويقيموا كاهنا وهكذا، لأني اتفق مع القدرات الطبيعية للرجل نمرة واحد، زائد استشهاد بالسيد المسيح له المجد أنه لم يعطي أمه العذراء أي درجة كهنوتية. طيب هل معنى كده الكنيسة بتستبعد المرأة؟ لا، ما تستبعدهاش. في خدمات احنا قلنا ايه؟ التناسب مع العمل. يعني احنا بنقول هنا نقطة مهمة، يتوافق مع القدرات الطبيعية للرجل. طب المرأة أو الآنسة ما تستبعدهاش، لأن في الخدمة في شماسات، سمعنا في الكتاب عن الشماسة فيبي وأرامل زي مريم النبية أخت هارون قادت الشعب بالتسبيح في عند عبور البحر الأحمر. دبورة قاضية خدنا النبية حنا بنت فنوئيل النبية، مريم المجدلية، ومريم أم يعقوب ويوسف وابن زبدي. بس كل هذا بيخدموا، بس ما يخدموش خدمة الشماس، لكن ممكن خدمات مساعدة زي ايه؟ بيساعدوا الإكليروس. زي ايه؟ برضه في العصر الرسولي فيبي خادمة كنيسة كنخرية، واحدة خادمة في الكنيسة. بريسكيلا زوجة أكيلا، برسيس الشماسة خادمة مساعدة للإكليروس. يبقى ده دورهم بقى. تعلم النساء، دور المرأة أو الشماسة تعلم النساء. الافتقاد، تشترك ممكن في الافتقاد مع قدسمون. في واحدة مريضة، في واحدة عاملة عملية، في واحدة عندها ظروف عايزين نزورها يا ابونا، تديها ميعاد وتروح مع ابونا وتزورها. الافتقاد. خدمة المريضات، واحدة مريضة ما تتحركش، واحدة مسنة، خدمة المسنات، السيدة المسنة، ادي دور المرأة. يبقى إذا ليها خدمات للرجل. والخدمة الاجتماعية للنساء، حاجات الناس المحتاجة. وتقام الشماسة بدون وضع يد، لكن الأسقف في صلوات تكريس اسمها صلوات تكريس، يلبسوا الزي الرمادي أو الأخضر ويصلي عليها الأسقف صلاة تكريس، مش وضع يد نقول ندعوك يا فلانة، لا، صلوات تكريس من الأب الأسقف. وده التراث الإنجيلي الكنس السليم زي ما تسلمناه. الكنيسة كتراث مسيحي يقصد بالكنيسة في أحد معانيها المبنى. تراث، المبنى ده تراث. طيب لو كل كنيسة بنت زي ما هي عايزة هيبقى تراث؟ مش هيبقى تراث. إنما لما نتفق كنيسة هنا مليحة، مشيت الصدر، المناك، الاتجاه نحو الشرق، دي حاجة. ضمن المعمودية يكون في مدخل الكنيسة حامل الأيقونات وترتيب الصور، ترتيب رسول أو ترتيب إيه؟ حسب قراءات خميس العهد
دورة الصليب في كل كنيسة، عذراء، الملاك جبريل المبشر، ملاك ميخائيل، ماري مرقس، نرجرجس، الرسل، الباب البحري، الأنبا أنطونيوس، ترتيب في كل كنيسة. ده تراث استلمناه كده وبننفذه كده. وفي كتاب اللي احنا ماشيين عليه في القراءات، مترتبة القراءات كده تراث. هنا الكنيسة كتراث مسيحي أحد معانيها المكان مخصص للصلاة. في خرس للشمامسة في كل الكنائس. الشمامسة يبقوا فين؟ ما احنا قلنا العمل الليتورجي في أبونا، في الشماس، في الشعب. ادي مكان الشعب. طب خرس للشمامسة، على خرس الشمامسة في كل كنيسة. عن في الكاتدرائية في أي كنيسة خرس شمامسة موجود بيرد يرادع مع أبوه. نبالنا؟ يبقى هنا لما نقول الكنيسة كتراث مسيحي في أحد معانيها المبنى، المكان المخصص للصلاة، العبادة، ويقول بيتي بيت الصلاة يوضع في مادة 21 وبيتك يا رب تليق القداسة. تدشين المساجد ينفع نصلي قبل ما سيدنا البطرك أو الأسقف يدشن؟ ما ينفعش. لازم يجي يدشن المعمودية اللي هيحل فيها الروح القدس، يدشن المذابح، يمسحهم بزيت الميرون، المذابح الثلاثة اللي عندنا، يدشن حامل الأيقونات، يدشن الشرعية اللي المسيح فيها صاعد وموجود جوه في حضن الآب، يدشن الكلام ده كله، يدشن الأيقونات بتاعت الكنيسة، ويدشن أواني المسبح، العدة، الكاس والصينية والمستير والقبة والكرسي ودرج البخور والصليب والبشارة، كل ده يدشن تدشين. بتليق القداسة إلى طول الأيام. مظبوط 93. وهذا المكان يدشن للرب بصلوات تكريس خاصة، تدشين المذابح، المعموديات، تقديس صحن الكنيسة، ودهن بالميرون ورش الماء عليه. طيب كنايس بقى من أول خالص، أول كنيسة كانت مين؟ حد يعرف؟ لا قبل بيت مرموش. يا جدع بيت إيل. أول كنيسة بيت إيل، أول مكان كرسه ربنا للعبادة. مين اللي كرسه؟ يعقوب أب الآباء، ودعاه بيت إيل أي بيت الله. تكوين 28. بيت إيل بيت الله. تاني حاجة، تاني كنيسة، لا، خيمة الاجتماع. خيمة الاجتماع المكان المخصص للعبادة. بني إسرائيل الخيمة يشيلوها، والخيمة ربنا اداله مواصفاتها، طولها وعرضها ورمقها وارتفاعها، واداله مكونات خيمة الاجتماع. تنقسم 3 أقسام: قدس الأقداس، القدس، خارج القدس. قدس الأقداس فيه إيه؟ في تابوت العهد. تابوت العهد فيه إيه؟ لوحي الشريعة، عصا هارون التي أفرغت، قسط المن. قدس الأقداس مين بيدخله؟ لا، رئيس الكهنة مرة واحدة في السنة، ويربطوه بسلسلة من ذهب عشان لو مات جوه ممنوع حد يدخل المكان ده إلا هو، فيسحبوه بالسلسلة الذهب ويشدوه بره ويدفنوه لو مات جوه. القدس فيه إيه؟ أيوة، مائدة خبز الوجوه والمنارة. وإيه تاني؟ لا، المرحاضة خارج القدس. المرحاضة والاغتسال والتطهير خارج القدس. ومسبح المحرقة خارج القدس. القدس فيه خبز الوجوه، مائدة خبز الوجوه والمنارة ومسبح البخور. خارج القدس فيه المرحاضة اللي هو الاغتسال والتطهير، خيمة الاجتماع. يبقى بيت إيل
كنيسة كتراث مسيح. بالدين، خدمة الاجتماع. تالت حاجة أيوه هيكل سليمان، برافو، هيكل سليمان الثالث تأسس وهدم، تم تجديده مرتين على يد زربابل ونحمية وعزرا، ومرة أخرى أثناء حكم هيرودس الكبير 20 قبل الميلاد، وفي سنة 70 ميلادية اللي حصل اتحرق الهيكل على يد القائد الروماني. هتلاقوا روابط باقي أجزاء المحاضرة موجودة في صندوق الوصف أسفل الفيديو.